الراجل الفقير ما بصش للإمبراطور الجديد غير بنظرة سريعة، وبعدين طلع من وسطه سكينة صغيرة وحاول يطعن بيها، لكن قبل ما يوصل للإمبراطور الحراس رشقوه بالسهام ووقع على الأرض، والسكينة ما كانش ليها حد أصلاً. يعني هو ما كانش ناوي يخلص منه، بالعكس، وهو بيلفظ أنفاسه الأخيرة طلع من صدره لوحة وداها للإمبراطور، وبعدين مات. الإمبراطور أول ما فتح اللوحة ما كانش مصدق، كانت بتصور الفقراء ومعاناتهم اللي ما تتوصفش. بس من يوم ما بقى إمبراطور كل الوزراء كانوا بيقولوا له إن الشعب عايش سعيد ومبسوط، لكن الحقيقة كانت غير كده تماماً. تاني يوم الإمبراطور عرض اللوحة على الوزراء. في اللحظة دي كان في وزير عايز يقول الحقيقة، لكن الوزير الأعظم بصله بحدة خوفته فبلع الكلام. الوزير الأعظم قال إن كان في شوية شغب قبل كده لكنهم سيطروا عليه، وإن اللوحة دي كلها كذب وافتراء. الإمبراطور قعد يبص في عيونهم عايز حد يقول الحقيقة، لكن كل واحد كان بيبص للتاني ومحدش فتح بقه. ساعتها الإمبراطور فهم إنهم كلهم بيكذبوا، فقرر يخرج يتنكر ويشوف بنفسه. وأول ما نزل الشوارع ما شافش فقير واحد، وهو مستغرب لقى بنت صغيرة بتسرق كيس فلوسه. جري وراها وهناك اكتشف الفقراء الحقيقيين. وقتها بس فهم إن حركته كانت مكشوفة من زمان. الإمبراطور ساعتها أخذ قراره، لازم ياخد حق للفقراء.